من المعروف أن لكل معارضة تمويلا، فهل تستطيعون أن تخبرونا ما هو تمويلكم وأنتم معارضة سورية كما تدعون في الخارج؟ تمويل مادي طبعا. هذا أولا. السؤال الثاني، لماذا لا تذهبون أو تسافرون إلى سوريا وتتظاهرون هناك مع هؤلاء الشبان أو ترسلون أبناءكم لمساندتهم؟ والسؤال الثالث، ماذا ستتبعون لتحرير الجولان بما أن أرض سوريا غالية عليكم؟ هذا ما لم نسمعه أبدا من المعارضة السورية كما تدعي نفسها. وعلى ما يبدو من أسئلتك أنك سوري، وهذا يسهل الإجابة بكل تأكيد. عندما يدفع المواطنون السوريون والشبان السوريون ثمن حياتهم ثمنا من أجل الحرية، ألا ترى أن بعض المعارضين إذا بيضحوا ببعض المال من أجل ثمن التذاكر أو ثمن الفنادق، هذه لا تستأهل من أجل قضية وطن؟ إنها أموال كبيرة. نحن نشكر الضيافة الروسية. هدفنا الرئيسي هو أن تساعدنا الحكومة الروسية. أما فيما يتعلق بالجولان فهذا كان الموضوع كان واضحا لدى كل أطراف المعارضة السورية، لأنها هي تؤيد مبادرة السلام العربية التي انبثقت عن بيروت، وأعتقد أن النظام السوري نفسه من مؤيدي المبادرة. انتم ما بدنا شو العرب، بدنا انتم. صرتكم 73 ما عملتوا شيء يا عم. لك حتعترفوا باسرائيل؟ بدنا نعترفوا باسرائيل ولا بدك تعترفوا باسرائيل؟ هي بدنا نعرف اذا بتعترفوا باسرائيل ولا لا. اعترفوا وخلصوا يا اخي. ولا اعترفوا وخلصتوا باسرائيل؟ بدك تعترف باسرائيل؟ المنظمة الإرهابية بدها تعترف بإسرائيل. الالتزام بالنظام، رجاء الالتزام بالنظام، رجاء عدم الحديث بدون ميكروفون. Давайте вопросы один отвечает. Все. طرح السؤال، هل تعترفون بإسرائيل أم لا؟ طرح السؤال، أجيبوا عليه. انت الاخوان المسلمين الارهابي اللي عم تدعم الارهاب وعم ينقتلوا مواطنين سوريين، انتوا عم تدخلوا الاسلحه على سوريا، انتوا اللي عم تدعموا صفا عم يقولوا يقتل 100,000 مواطن سوري في حلب. هون تيراريست. Это человек террорист. Он помогает убивать здесь в России, в Чечне, в Афганистане и в Сирии сейчас убивает люди. نحن لا نتجادل معكم، إما نواصل المؤتمر الصحفي أو ننهيه. بس يعني هي أمام الجمهور، يعني هي الطريقة النموذجية للحوار اللي بيطرحها النظام. كنت أتمنى يعني أن تنقل للحضور الكرام وجه سوريا الحضاري بالاستئذان من مدير الجلسة قبل الكلام، وأن تتكلم بأدب. موضوع إسرائيل أرجو أنك ما تزاود علينا فيه، لأنه معلمك بشار الأسد يزحف ويقبل الأيادي ويقبل الأرجل. شو بلا إهانات؟ اعمل معروف، احترم نفسك وبلا إهانات. بلا إهانات. أنت اللي بتقبل أخطاء الشعار، أنت اللي بتقبل أحسن، أنت اللي بتقبل أخطاء الشعار، أنت اللي بتقبل أحسن. انحل عنك يوم إسرائيل وشي عبيد لألون أنت. انحل عنك يوم إسرائيل وشي عبيد لألون أنت. أنت عبد لإسرائيل. تفضل جاوبني، انت بدك تعمل اسرائيل ولا لا؟ انت بدك تعترف باسرائيل تحتل الارض ولا لا؟ احكي لي صريحه. معلمك بالقناه اسرائيل الثانيه اعترف باسرائيل. قضية إسرائيل والسلام مع إسرائيل. نحن في مؤتمر صحفي قضية إسرائيل والسلام مع إسرائيل قضية استراتيجية لا يبت بها حزب، لا تبت بها جماعة. مثل هذه القضية الاستراتيجية تعرض على استفتاء شعبي في سوريا، وما يقره الشعب نحن نقره. Что касается отношений с Израилем, это проблема, которая
это проблема всего сирийского народа. Давайте поставим этот вопрос на референдум, и как народ скажет, так мы и поступим.